سلام سلام، مرحبا بكم في قناتي مطبخ فوزية. جبت لكم وصفة اليوم جراتان الباذنجان. جاتني الوصفة بزاف بنينة ومام تدي لكم شوية تاع وقت مي ننصحكم انكم تجربوها. بالنسبة للمقادير غادي نكتبهم في صندوق الوصف وطريقة التحضير راهي قدامكم. نبداو ماسج فوري تاع اليوم. قررت اني نحكي على القوة. انا بالنسبة لي شخصيا واش معناتها القوة بالنسبة لي انا من منظوري. انا نشوف القوة في الضعف تاعنا، في البكا تاعنا، في اليامات اللي ما نكونوش فيهم بيان ونفوتوهم، في الإحساس اللي نكون نحسوه وما يعلم به غير ربي سبحانه ونتجاوزوه، في اليامات اللي نطيحوا فيهم، في اليامات اللي نكونوا مدبرسين فيهم، في اليامات اللي ما نكونوش عايشين الحالة تاعنا. هذيك هي القوة بالنسبة لي أنا. القوة في اليامات تاعنا اللي نكونوا فيهم سافا با، ماشي في اليامات اللي نكونوا فيهم بيان الانرجي تاعنا بيان نضحكوا نلعبوا الاموراتنا كامل بيان. مانا خاسرين. كلشي يمشي هذاك هو نو. انا بالنسبه لي القوه في اليامات اللي نكونوا فشلنا فيهم خسرنا فيهم. فاتوا علينا شي صوالح يعلم بهم غير ربي سبحانه. يعني احساسك ممكن حتى احساسك ما يفهمه حتى واحد. بالك احساسك ما تقدرش تبارطاجيه مع حتى واحد. تحس بالضعف تحس بالخوف. آآ تبكي ما على باليش. يعني تفوت بواحد المرحلة يعلم بها غير ربي سبحانه. أنا هاذيك بالنسبة ليا هي القوة. باسكو كي تكون في المراحل تاع الضعف تاعك وإنك تعاود من وجديد وتبدأ من وجديد حتى وفي المرحلة الضعف تاعك، تكون تكومباتي تكون تإيسيي تفوت الجورني تاعك حتى وتكون في ياماتك اللي ماشي بيان، وتكون تإيسيي تعيش نهارك وتدير الأمورات تاوعك تدير المسؤوليات تاوعك. هاذيك هي بالنسبة ليا القوة. بالنسبة ليا هاذيك هي القوة تاع الصح، ماشي القوة اللي تكون في اليامات تاعنا برك اللي يكونوا ملاح اللي يكونوا بيان. نو، القوة تاعنا تبان في اليامات تاعنا اللي يكونوا فيهم صافا با ونعاودو نتجاوزوهم ونعاودو نكونوا ملاح من موراهم. يعني نعاودو نوضو من موراهم. هذيك هي القوة اللي نحكي عليها انا. ان شاء الله يا ربي يفرجها على كل واحد وربي يقويكم كامل. خليكم نقولكم باي باي.